قبل ما يكون في حاجة اسمها إنجلترا، الجزيرة البريطانية كانت أشبه بساحة مرور مفتوحة. كل شوية شعب جديد يدخل، يقعد فترة، يسيب بصمته ويختفي. في البداية عاش فيها الكلت بطقوسهم القديمة ولهجتهم اللي شبه اندثرت، وكانوا الأساس اللي اتبنى فوقه كل اللي جه بعد كده. بعدهم الأنجلز والساكسون وصلوا من شمال أوروبا وبدأوا يعيدوا تشكيل الثقافة واللغة ويقسموا الأرض لممالك صغيرة. بعدهم الفايكنج نزهوا بغاراتهم الشهيرة واحتلوا أجزاء واسعة وفرضوا وجودهم بالقوة. وأخيراً جيل نورمانديين من فرنسا اللي غيروا نظام الحكم والطبقات بالكامل. الخليط ده هو اللي صنع هوية إنجلترا وحولها لمكان مختلف عن باقي أوروبا. أهلاً بيكم، أنا مصطفى محمود وده سيركاست. إنجلترا ببساطة هي أكبر وأهم دولة جوه الجزيرة، وهي قلب كل اللي حصل بعد كده. دولتها اتكونت تدريجياً لحد ما بقت كيان قوي له ملك وجيش وقوانين خاصة بيه. العاصمة لندن، ومعظم السكان حوالي 56 مليون. واللغة الإنجليزية اللي نعرفها دلوقتي اتولدت من الصراعات القديمة اللي حصلت في الجزيرة. إنجلترا بعد فترة بقت محور التجارة والصناعة في أوروبا، خصوصاً بعد الثورة الصناعية اللي بدأت من عندهم، وده اللي خلى إنجلترا تبقى القوة اللي بتسحب باقي الدول حواليها، وتبقى دايماً المركز اللي بيتلم حوالينه الاتحاد بعدين. وده يخليها جزء، بس مش كل المملكة المتحدة. اسكتلندا كانت زمان دولة مستقلة فعلا، ليها مالكها وجيوشها وقوانينها وثقافتها الخاصة، ودايما كانت في صراع مستمر مع انجلترا. الصراع ده ما كانش بسيط، ده وصل لحروب كاملة ودم وقع كتير جدا، وكان عندهم تحالف قوي مع فرنسا ضد الانجليز، وده زود العداوة لحد ما في القرن ال17 حصلت أزمة اقتصادية ضخمة في اسكتلندا، والمشروع اللي كانوا معتمدين عليه لتقوية اقتصادهم فشل تماما. ساعتها شافوا ان الاتحاد مع انجلترا افضل حل، فصدر اكت اوف يونيون سنة 1707 واتحدوا رسميا. بس رغم الاتحاد اسكتلنديين حافظوا على هويتهم، لسه ليهم برلمان، قانون، علم وثقافة، ولسه جزء كبير عايز استقلال النهارده. ويلز بقى قصتها مختلفة أصلا، مش دخلت اتحاد سياسي، دي اتخذت بالحرب. انجلترا غزت ويلز في القرن ال13 وسيطرت عليها بالكامل وفرضت عليها القوانين الإنجليزية. ومع مر الزمن ويلز اندمجت إداريا مع انجلترا، لكن مش ثقافيا. الويلزية لحد النهاردة لغة رسمية، والناس هناك فخورين بيها جدا. عندهم برلمان محلي محدود وقرارات خاصة في التعليم والصحة. ورغم الاندماج الطويل، ويلز لسه شايفة نفسها دولة ليها طابع واضح ومش مجرد جزء صغير من انجلترا. تاريخهم مليان مقاومة وثورات ومحاولات لاسترجاع استقلالهم، بس مع الوقت الأمور هديت والشعب بقى جزء من المملكة المتحدة بدون رغبة قوية للانفصال زي اسكتلندا. هنا بقى أول خلط مشهور، بريطانيا. ناس كتير فاكرة إنها دولة، لكن لا، بريطانيا هي جزيرة مش دولة. الجزيرة دي اسمها جريت بريتن، وبتتكون من 3 دول، إنجلترا، اسكتلندا، ويلز. كلمة جريت هنا معناها الكبرى، عشان يميزوها زمان عن منطقة بريطاني في فرنسا. استخدام الاسم بدأ ينتشر أكتر لما ملك اسكتلندا بقى كمان ملك إنجلترا سنة 1603، وبقى بيتقال عليه ملك بريطانيا العظمى. بس ده كان لقب مش دولة، الدولة الرسمية لسه ما تكونتش. فلو حد قال بريطانيا هو يقصد الجزيرة نفسها، مش النظام السياسي ومش الكيان اللي بيمثل البلد في المملكة المتحدة. هنا نبدأ في الاسم الرسمي اللي بيعمل اللخبطة كلها، United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. ودي بقى الدولة الفعلية. المملكة المتحدة اتكونت على مراحل، انجلترا بلس ويلز الأول، بعدهم انضمام اسكتلندا عن طريق الاتحاد السياسي مش الغزو، وبعدين انضمام ايرلندا كلها سنة 1801. بعد كده جنوب ايرلندا انفصل سنة 1921 وبقت جمهورية ايرلندا، وفاضل الجزء الشمالي بس. المملكة المتحدة هي اللي ليها حكومة واحدة، ملك واحد، سياسة خارجية واحدة، وجيش واحد. هي الكيان اللي بنتكلم عنه لما نقول بريطانيا في الأمم المتحدة أو البريطانيين في الحرب العالمية، مش إنجلترا، الدولة كلها. ايرلندا الشمالية قصتها معقدة ومليانة وجع وتاريخ دموي. الإنجليز سيطروا على الجزيرة زمان، ومع الوقت سكان كتير من بريطانيا عاشوا في الشمال. ده خلق خليط ديني وسياسي، كاثوليك أصليين عايزين جزيرة موحدة، بروتستانت مستوطنين شايفين نفسهم بريطانيين. الخلافات دي انفجرت في صراع اسمه The Troubles، حرب شوارع فعلية استمرت حوالي 30 سنة، تفجيرات، ارتيالات، اشتباكات، لحد اتفاق جود فرايداي اجريمنت اللي هدى الوضع.
جنوب أيرلندا انفصل وبقى جمهورية مستقلة، والشمال فضل مع المملكة المتحدة لحد النهاردة. الموضوع حساس جدا، وأي حركة سياسية ممكن تولع الموقف تاني. سؤال دايما يضحك الناس، ليه عندهم 4 منتخبات؟ الموضوع بسيط، الاتحادات الرياضية عندهم اتأسست قبل ما فكرة المملكة المتحدة نفسها تبقى دولة رسمية. إنجلترا أسست اتحاد الكورة سنة 1863، وبعدها بكام سنة اسكتلندا، وبعدين ويلز، وبعدها أيرلندا. كل دولة عملت اتحادها بنفسها، وكل اتحاد رفض يبقى تابع لاتحاد تاني. ولما المملكة المتحدة تأسست رسمياً كان خلاص كل اتحاد له تاريخ ونظام ومنتخب، فقرروا يكملوا كده. علشان كده بنشوف 4 منتخبات في الكورة، بس منتخب واحد في الأولمبيات مثلاً، ده لأن الاتحاد الأولمبي كيان سياسي مش رياضي. دلوقتي نعمل مقارنة تبسط الدنيا. إنجلترا دولة موجودة داخل بريطانيا والمملكة المتحدة. بريطانيا جزيرة جغرافية بس، ملهاش حكومة ولا كيان سياسي. المملكة المتحدة هي الدولة الرسمية اللي عندها ملك وجيش وحكومة واحدة، والعاصمة لندن تنتمي للثلاثة، هي في إنجلترا، وهي جوه جزيرة بريطانيا، وهي عاصمة المملكة المتحدة. لكن لو قلت إنجلترا هي المملكة المتحدة غلط، ولو قلت بريطانيا تساوي إنجلترا برضو غلط. كل واحدة ليها وظيفة ودور مختلف، وعشان كده موضوع الأسماء مهم، لأن كل كلمة منهم بتمثل كيان مختلف تماما، تاريخيا وجغرافيا وسياسيا. كل دولة من ال4 جوه المملكة المتحدة ليها شخصية مختلفة. الإنجليز رسميين وبيتكلموا لهجة قياسية وعندهم ثقافة ملكية قديمة. الاسكتلنديين ليهم لهجة قوية مميزة ولبس الكيلت الشهير وتاريخ مقاومة ضخم. الويلزيين عندهم واحدة من أقدم لغات أوروبا وأغاني وموسيقى مختلفة ومجتمع مترابط جدا. أما إيرلندا الشمالية فهويتهم خليط معقد بين الانتماء البريطاني والأصول الإيرلندية، وده بيبان في الكورة والسياسة وحتى لهجتهم. لما تقول بريطاني يبقى ده تعبير شامل، لكن كل واحد من ال4 بيحدد نفسه بانتماء أدق، والاختلاف ده هو اللي بيخلي المملكة المتحدة أغرب اتحاد في أوروبا كلها. شكرا لكل واحد شاف الحلقة للآخر. وجودك هنا هو اللي بيخلي المحتوى ده يكمل. لو حسيت انك اتعلمت حاجة جديدة او فهمت موضوع كان ملخبطك، يبقى ما تتخلش بدعمك. لايك بسيط، كومنت صغير، ورأي منك يفرق معايا كتير. فاكر دايما سيركاست معمول ليك ولانك بتدور على المعلومة الحقيقية من غير تعقيد. استنوني في الحلقة الجاية واللي جاي أقوى. سلام.